صباح الخير، مساء عليكم. ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. النهارده هنتكلم على موبايلين في الفئه المتوسطه، بس مش اي فئه متوسطه، لان دلوقتي بقى في فئه متوسطه فوق ال 20000، واحنا النهارده جايين نتكلم عن الفئه المتوسطه اللي تحت ال 20000. فئه مش صعب شويه انك تلاقي فيها موبايل مميز في الالعاب، خصوصا انك تلاقي موبايل مميز بالالعاب ويكون في نفس الوقت ضمان محلي، مش مثلا موبايل مش نازل رسميا في مصر وتجيبه من بره وتدفع عليه يعني الفلوس بتاعه الخطوط والحوارات الجديده دي كلها. فالنهارده هنتكلم على الريلمي 14 5G والريلمي 14 تي من شركه ريلمي. وعلى فكره شركه ريلمي مهتميه بموبايل فيهم زياده عن التاني، فمن غير ما نضيع اي وقت خلينا نبدا. الريلمي 14 5G هو موبايل بكل وضوح جاي يستهدف فئه الالعاب، من اول المعالج للتصميم لكل حاجه. هو جاي يقول انا موبايل للشخص اللي عايز اقوى معالج في الفئه السعريه. ده عشان هو بيجي بمعالج السناب دراجون 6 جن 4، معالج ممتاز في التصفح والالعاب، ممكن تلعب ببجي عليه توصل ل 90 فريم مرتاح جدا. فعليا اداء الالعاب على الموبايل دوت قولا واحدا فعلا من امتع واحسن الاداءات اللي ممكن تاخدها في الالعاب في الفئه السعريه بتاعتك. مع 12 جيجا بايت رام وواجهه ريلمي السهله جدا في التعامل، تقدر تفتح لغايه 32 تطبيق في نفس الوقت على الموبايل دوت وهو يكون مستحمل عادي. وهو فعليا بيقدم لك اداء متميز جدا خصوصا في الالعاب. حتى ريلمي عامله شراكه مع لعبه فري فاير عشان في القريب العاجل تقدر تلعبها على 120 فريم، ولكن ده في تجربتي انا ما كانش موجود، فممكن يكون في المستقبل القريب، فعشان كده مش هتكلم عليه. احب اتكلم عن الحاجه اللي انا جربتها. عارفين المعالج اللي موجود في الريلمي 14 5G مش شايف ليه بديل او حاجه احسن منه في الفئه السعريه بضمان محلي، وده على فكره مترجم في ارقام برضو احسن. لما تيجي مثلا تفتح انتوتو بنش مارك هتلاقي ان الريلمي 14 5G الارقام بتاعته كويسه جدا بالنسبه لباقيين المنافسين بتوعه في نفس الفئه. وريلمي عامله حاجه مختلفه قوي بقى في النسخه ال 5G، وهو نظام تبريد بيحافظ على درجه الحراره بتاعه الموبايل. هتنفعنا جدا طبعا في الفتره ديت الصيف والحر، فهو فعلا الموبايل بيحافظ على درجه الحراره بتاعته بشكل كبير، وده بيكمل توجه الموبايل دوت للناس اللي عايزه تلعب على الموبايل بشكل كبير، ان هيلعبوا براحتهم، معاهم بطاريه كويسه، معالج ممتاز، والموبايل مش هيسخن منهم. فبرضه ديت حاجه ممتازه جدا ولفته حلوه جدا من شركه ريلمي. الموبايل دوت مناسب جدا بجد للشباب واي حد حابب يلعب على الموبايل بتاعه. الموبايل ده ممتاز في النقطه دي. اما بقى بالنسبه للريلمي 14 تي فهو بيجي بمعالج مختلف، الدايمنسيتي 6300، وفرق المعالجات هنا باين بكل امانه. فرق الفلوس ما بين الموبايلين 4000 جنيه، ولكن فرق المعالج ما بين الريلمي 14 تي والريلمي 14 5G فارق جدا في كل حاجه هنذكرها لغايه اخر الفيديو. فخلي في دماغك في كل حاجه بنقولها ان في فرق 4000 جنيه اغلى بالنسبه للنسخه ال 5G، والنسخه ال 14 تي ارخص بتقريبا 4000 جنيه، ولكن بتيجي بمعالج اقل، الدايمنسيتي 6300، برضو يعني معالج مقبول في الالعاب. هو في الاول والاخر معالج برضو 5G بيدعم ال 5G، ولكن هو مقبول في الالعاب والتصفح، ولكن مش بيقدم تجربه استثنائيه زي الريلمي 14 5. عجبني برضو حته البطاريه، ان الموبايلين متشابهين في البطاريه، بيجوا ببطاريه 6000 ملي امبير مع شحن 45 واط، بيشحن تقريبا نص البطاريه في نص ساعه، بيشحن البطاريه الكامله تقريبا في ساعه و7 دقائق تقريبا. ولكن بطاريه ممتازه بتقضي معاك اليوم كامل، ممكن كمان تقعد اكتر من يوم، ولكن يعني يوم ونص لو انت استخدام متوسط. ولكن هي بطاريه ممتازه جدا. لو كان هيبقى في شحن اسرع شويه للنسخه ال 5G كانت ريلمي هتميز الموبايل دوت اكتر، لكن هي شركه ريلمي اوريدي ميزت الموبايل دوت في التصميم. يعني في فرق في التصميم ما بين الموبايلين باين جدا لصالح النسخه ال 5G. هما الموبايلين باذواق مختلفه عامه. الريلمي 14 تي بيجي بتصميم سيمبل اكتر كده، يعني حاجات داخله في بعض ولكن نفس اللون، يعني ستايل كلاسيكي شويه. والريلمي 14 5G بيجي بستايل مطرقع، بصوا عاجبني جدا. اول حاجه الستايل دوت كل ما اشوفه احس ان الموبايل ساقع كده من كتر ما هو بيبصم بسهوله، وهي مش حاجه حلوه، ولكن دايما كده لما ببص من بعيد بجد احس ان الموبايل لسه طالع من الثلاجه كده، تحس ان هو طالع من الفريزر، في سقوعيه في الموبايل. والتصميم بتاع الموبايل مستوحى من الروبوتس. يعني انا فتحت كده دورت يعني على الستايل اللي معمول بيه الموبايل دوت اللي هو اسمه الميكا، كل اللي لقيته ان هو يعني فعلا في روبوتس كتير بنفس التصميم دوت. وريلمي مميزه الموبايل دوت كاب تاتش اورنج موجوده من الظهر، وفي الزرار بتاع الباور من الجنب. يمكن برضو تعليق على الموبايلين دول وعلى شويه موبايلات في الفتره الاخيره مسكتها، الزرار بتاع الفوليوم صغير شويه. يعني انا بدوس كده على الزرار بتاع الفوليوم هو صغير، ممكن ساعات ايدي تغلط كده وادوس على الزرار في النص او افتكره الزرار بتاع الباور، لان هو الزرار بتاع الفوليوم مش اكبر حاجه،
ولكن لو ده موبايلك الاساسي هتتعود على النقطه ديت عادي. كمان في من ورا المكان اللي تحت الفلاش فيه زي كده فلاش تاني، ودوت بقى لمبه اشعارات برده، حركه لطيفه جدا بتميز النسخه ال 5G. الحقيقه ان ريلمي ما استخسرتش خالص في الشاشه بتاعت الموبايلين دول. الموبايلين بيجوا بشاشه اموليد 120 هرتز، الوانها حلوه جدا، تقريبا بحجم 6.7 انش في الموبايلين. السطوع بتاعهم هما الاثنين ممتازين، مفيش اي كومنتس عندي على الشاشتين. يمكن النسخه ال 5G بتدعم المحتوى ال HDR، ولكن النسخه ال 14T مش بتدعم المحتوى ال HDR. وهنا تاني باين ان ريلمي مميزه قوي الموبايل دوت على فرق 4000 جنيه. يعني يا جماعه فعلا فرق في الفلوس مش كبير قوي، اكيد بيفرق مع ناس كتير ولكن هو مش كبير قوي، ولكن في مميزات بتاخدها اكتر في النسخه ال 5G بصراحه. برضه الموبايلين هنا بيدعموا انك تحط فيهم خطين او خط باضافه لمساحه تخزين خارجيه. الموبايلين ضد الميه بمعماريه IP68 69، ضد الميه وضد الغبار، يعني برضو نفس الخطوات اللي ريلمي كانت ماشيه عليها قبل كده. لكن الحقيقه ان ريلمي كانت واخده اتجاه كده في الريلمي 14 برو والريلمي 14 بلس، اتجاه ناحيه الكاميرات اكتر، ولكن هنا هم مركزين اكتر على الاداء. حتى تلاقوا ان هو شكل الكاميرات نفسها اتغيرت. ولكن هل معنى كده ان في تاثير او يعني الكاميرات هنا مش حلوه؟ تعالوا نشوف. الموبايلين هي بيجوا بكاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 16 ميجا بكسل، ولكن مفيش كاميرا وايد ولا في النسخه 5G ولا في النسخه التي، ودي اول حاجه بصراحه مضايقاني. انا بحب الكاميرا الوايد خصوصا في النسخه 5G. كنت اتمنى اشوف فيه عدسه وايد حتى لو 8 ميجا، حاجه يعني بسيطه، ولكن كنت احب اشوف عدسه الترا وايد في الموبايلات. ورغم ان الموبايلين فيهم نفس العدسات ولكن بيطلعوا صور مختلفه. فاكرين لما قلت لكم افتكروا ان المعالج هنا غير المعالج هنا وده هيأثر على كل حاجه قدام؟ فهو فعلا وجود المعالج الاحسن في النسخه 5G مأثر على المعالجه بتاعه الصور بشكل كبير. كل الصور اللي بصورها بالموبايلين دول اذا كان بالكاميرا الخلفيه او الاماميه بكون مايل اكتر ناحيه النسخه ال 5G. بالنسبه برضو للكاميرا السيلفي فهي كانت مقبوله في الموبايلين، كنت مايل اكتر للنسخه ال 5G. برضو الصور قدامكم وانتوا احكموا. وبالنسبه لتصوير الفيديو فانا حسيت ان تصوير الفيديو هنا في الموبايلين يعني متواضع، مش احسن حاجه. برضو في النسخه ال 5G عندك تصوير فيديو احسن، عندك مثبت بصري موجود مش موجود في النسخه ال 14T، ولكن بشكل عام التصوير بتاع الفيديو هنا كان متواضع شويه. طيب بالنسبه لاسعار الموبايلات فالريلمي 14 5G بيجي بسعر 18000 جنيه، والريلمي 14T بيجي بسعر 14000 جنيه. تقدر تشتري الموبايل ابتداء من يوم 20، ولو اشتريت الموبايل هتاخد معاه هديه سماعه قيمتها تقريبا 1000 جنيه. خلينا ثانيه اجيبها لكم برضه نشوفها اهو. هتاخد السماعه ديت، انا للامانه ما جربتهاش ولكن هي برضه شكلها سماعه لطيفه. محدش بيحب يقول الهدايا لا، يعني هديه اكيد. فاذا كان ريلمي نفسها من وجهه نظري ميزت الموبايل دوت، ازاي انا ما ميزهوش بصراحه؟ الموبايل دوت لفت نظري اكتر بكتير من النسخه ال 14T. الريلمي 14T هو موبايل كويس عادي، ولكن للشخص العادي اللي هو ولا محتاج قوي اداء كويس ولا محتاج يعني كاميرات كويسه. هنا انت عندك بطاريه ممتازه، شاشه كويسه، ولكن الريلمي 14 5G الموبايل ده متميز في حته الاداء بالنسبه للفئه السعريه بتاعته، خصوصا مع التكنولوجي بتاعه التبريد اللي موجوده في الموبايل. يعني مواصفات حلوه جدا في سعر من وجهه نظري ممتاز، اقدر ارشحه لاي حد محتاج موبايل المعالج بتاعه كويس وموبايل اعتمادي. ولكن في حته كده ضايقتني بالنسبه للتحديثات بتاعه الموبايلين. ريلمي بتوعد بالتحديثات لمده سنتين، اتمنى من ريلمي قدام يكونوا بيوعدوا بتحديثات لمده اكبر، لان اللي هيشتري موبايل دلوقتي ب 17000 حتى لو هو في الفئه الاقتصاديه هو عايز يقعد معاه 5 سنين، فاكيد محتاجين تحديثات لمده اكتر من سنتين، خصوصا ان احنا عندنا دلوقتي هنا معالج محترم اعتقد هيستحمل التحديثات ديت على مدار السنين. يعني ده كان رايي في الموبايلين دول، ولكن الاهم هو رايك انت. اكتب لي رايك في الكومنتات لو معاك فلوس الموبايل ده او فلوس الموبايل دوت، هل هتجيبهم ولا هتروح لاوبشنز ثانيه؟ لو هتروح لاوبشنز ثانيه هتروح لايه؟ وانت نازل تكتب الكومنت، ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب في القناه عشان الفتره الجايه في فيديوهات جامده جدا جايه باذن الله. وبس كده، شكرا على شفت الفيديو واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه.